السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نحضّر مع بعض النهارده بعجينة سهلة وسريعة، أجمل فطاير ممكن تحضّريها بجد. الفطاير دي تحفة والطريقة دي تحفة، جرّبوها بجد هتعجبكم. لو جرّبتِ 100 وصفة للمعجنات مش هتيجي أجمل من الطريقة دي بجد. تنفع فطار، تنفع غدا، تنفع عشا، على حسب بقى الحشوة اللي أنتِ هتحطيها فيها. يالّا بينا نشوف الطريقة والمكونات معانا إيه النهارده. معايا 5 كوبايات من الدقيق، نزلت عليهم بمعلقة ملح صغيرة، نزلت عليهم بنُص معلقة بيكنج باودر، قلّبتهم كده قلبة سريعة، هانزل عليهم بمعلقة أو معلقتين زيت زيتون كبار كده. وبعد كده معايا بقى إيه، كوبايتين مَيّة على جنب، مَيّة من الحنفية عادي مش مَيّة دافية، لأ مَيّة من الحنفية. هانزل بيهم بقى تدريجيًا كده، أفضل أقلب واحدة واحدة لحد ما العجينة تلم معايا ويبقى قوامها زي ما هتشوفيه معايا دلوقتي. بُصّوا قوامها عامل إزاي، لمِّت في إيدي، مش بتلزق ولا أي حاجة. بُصّوا قوامها عامل إزاي. هاحط لها بقى رشة زيت كده من تحت، وبعد كده أحطها وأغطيها وأسيبها نُص ساعة ترتاح. هي مش هتخمر ولا حاجة، هي ما فيهاش خميرة، لأ هي ترتاح علشان نعرف نشكلها براحتنا. بُص أنا دهنتها من تحت ومن فوق كده الزيت اللي أنا حطيته، حطيت عليها كيس، نُص ساعة بقى نركنها على جنب ونرجع تاني. كده كان عدّى عليها نُص ساعة. بُصّوا العجينة يعتبر عاملة معايا زي اللبانة بالضبط، بتشديها كده أو كده بتتمط معاكِ. هاقسّم العجينة دي بقى ل3 كِوَر معايا، ألِم بقى الكِوَر دي بُصّوا على بعض، قسّمتها ل3 قطع، هاضبّط بقى كل قطعة والتانية. هالمّها من تحت لفوق كده علشان يبقى سطحها متساوي. بعد كده بقى هاخد قطعة قطعة بقى وأبدأ أفردها معايا، بتتفرد معايا بكل سهولة، مش محتاجة نشابة ولا محتاجة أي حاجة. بُصّوا أنا ما حطيتلهاش أي حاجة خالص، أنا بإيديّا كده. بُصّوا أنا فردتها كده وبعد كده هامسكها بإيديّا كده يمين وشمال كده هتلاقي العجينة اتفردت كلّها معاكِ. هاجيب بقى زبدة، معايا زبدة على جنب، بإيديّا بقى كده هادهن بقى السطح بتاعها كلّه زبدة. الزبدة خلّينا متفقين إن الزبدة هي اللي بتورّق أي فطاير يا جماعة. بُصّوا أنا دهنتها زبدة كلّها، هابدأ بقى أطبّقها طبقة من هنا وطبقة من هنا، وكل طبقة هاحط فيها إيه، زبدة برضه. هالمّها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. بعد كده هاتنيها بقى من فوق، دهنتها زبدة خلّوا بالكم برضه، وهاركنها بقى على أي صينية كده جنبي لحد ما نخلّص باقي الكمية. بُصّوا هنا هابتدي أفرد التانية، أنا فردتها برضه نفس الكلام، أنا دهنتها زبدة وهالمّها بقى كده برضه نفس الطبقتين. أنا بالِم الطبقات دي على بعض علشان لمّا نيجي نفردها تبقى مورقة معايا. بُصّوا دهنتها زبدة برضه وهالمّها برضه وأركنها جنبي. هاعمل الطبقة التالتة نفس الكلام. بُصّوا بكده دي الطبقة التالتة، كده خلّصنا معايا. هاحطهم على صينية وبعد كده أدخّلهم التلاجة لمدة نُص ساعة وبعد كده نرجع مع بعض. عقبال هي ما تتحط في التلاجة نُص ساعة تعالوا نعمل مع بعض الحشوة. الحشوة دي بقى على مزاجِك، أنا هاحشي لحمة، أنتِ عايزة تحشي فراخ، عايزة تحشي جبن، أي حشوة على حسب أنتِ هتعمليها فطار أو غدا أو عشا. هنا بقى نزلت بمعلقة زبدة على معلقة زيت كده، معلقتين زيت، نزلت بقى ببصلة كده أخلّيها تدبل كده وتاخد لون مصفر معايا. بعد كده بقى هانزل عليها باللحمة بتاعتي، فضلت أقلّب فيها كده بقى لحد ما اللحمة فكِّت معايا وأخدت لون. هانزل عليها بقى بفلفل وطماطم مبشورة. الطماطم أنا حطيتها مبشورة عشان بتخلّي التعصيجة كده طرية، يعني بتخلّي اللحمة كده لمّا بتتعصج بتبقى طرية كده وحلوة. هانزل عليها بقى بملح، فلفل أسود، حبة بابريكا كده، التوابل اللي أنتِ تحبيها، ومعايا بهارات لحمة. حطيتهم بقى كده البهارات عليها، هادّيها قلبتين بقى كده وأغطّيها شوية وأسيبها تستوي سِوَى كامل.
بصوا كده كانت استوت معايا سوا كامل. هطفي بقى عليها واسيبها تبرد. اللحمه هنستخدمها بارده مش سخنه على العجين، سيبيها تبرد. طلعت كده بقى العجين من التلاجة، هبدأ افردها معايا. بصوا بتتفرد معايا بسهولة. بعد كده بقى اقسمها نصين من النص كده، واقسمها بقى كده لتلاتة. يعني كل طبقة احنا حشناها، كل قطعة هتتقسم معايا بعد ما تتفرد لست فطاير. هبتدي بقى احط الحشوة بتاعتي، طبعا اي حشوة. وبعد كده لو عندك اي جبنة كده ممكن تحطي رشة جبنة كده. وهبتدي اقفلها بالشكل اللي انت شايفاه. هتتقفل معاكي بسهولة جدا. وانت بتلميها كده هتحسي ان هي بتتلم معاكي. بصوا هلمها كده بقى، وهدوس عليها كده دوسة من فوق. هخلص بقى باقي الكمية بنفس الطريقة. بصوا انا بلمها ازاي. كده خلصتهم كلهم. دي تاني واحدة لميتها كمان بنفس الطريقة. هخلصهم بقى وارجع لكم. هنا خلصتهم معايا بقى. هنا معايا اي صينية على البوتاجاز بس تكون مش لاصقة، يعني ما بتلزقش الحاجة. لو حابة ان انت تعمليهم في الفرن على فكرة ينفع، بس انا هعملهم على البوتاجاز اسهل، بسرعة بسرعة كده، مش بياخد وقت نهائي في السوا. بصوا انا سخنت الطاسه بتاعتي، نزلت فيها بمعلقتين 3 كده من الزيت، غلفتها بالزيت بمعنى اصح. بعد كده سخنه، نار عاليه، يعني مش عاليه قوي، وسط كده، بس لازم الطاسه تبقى سخنه. نزلت فيها بقى بالفطاير بتاعتي. دقيقتين بالظبط هتلاقي الوش اللي تحت احمر، وهتيجي قلبها على الجنب التاني، مش بتاخد وقت نهائي. خلي بالك علشان ما تتحرقش منك. بصوا قعدت دقيقتين بالظبط، قلبتها على الجنب التاني. بعد كده بصوا هخرجها. هرجع احط بقى باقي الكميه معايا ونرجع لكم. بصوا كده كانت خلصت. بصوا يا جماعه عامله ازاي، ولا غطيتها علشان تطرى ولا اي حاجه، هي طالعه من الطاسه كده. بصوا عامله ازاي. جربوها بجد هتعجبكم، مش هتبطلي تعمليها. بصوا مورقه، بجد الحشوه كانت فيها تحفه. كمان لو حشيتيها جبن لاطفالك في المدارس هتبقى جميله. جربيها وان شاء الله هتعجبكم. وبكده خلص الفيديو معانا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.